النادي الاهلي خد قرار مهم جدا في مصير احمد سيد زيزو. انا كنت قلت لك قبل كده بعد النتائج السلبيه للنادي الاهلي ان النادي الاهلي فاتح الباب لرحيل اي لاعب نهايه الموسم. اي حد يجيله عرض بمقابل مادي كويس الاهلي هيبيعه، ولكن ما علمته ان النادي الاهلي استثنى احمد سيد زيزو من هذا الامر. الاهلي متمسك باستمرار احمد سيد زيزو الموسم المقبل. هناك ثقه وقناعه من جانب مسؤول النادي الاهلي في امكانيات احمد سيد زيزو، حتى لو زيزو ما قدمش كل اللي عنده دلوقتي. ولكن اداره النادي الاهلي مقتنعه بقيمه احمد سيد زيزو، وان اللاعب هيوصل لمستواه، هيرجع لفورمته اللي كان عليها خلال الفتره اللي جايه. فبشكل نهائي ايا كان العرض اللي هيجي له ايه، ايا كان المقابل المادي اللي هيتقدم له ايه، ولكن النادي الاهلي متمسك باستمرار احمد سيد زيزو وعدم رحيله عن صفوف الفريق. النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا قدام سيراميكا كليوباترا بكره الثلاث، الجوله الاولى مرحله التتويج من بطوله الدوري. ماتش فارق بالنسبه لي. الفوز بيعني كتير للنادي الاهلي، دفعه معنويه كبيره جدا، استعاده الثقه. خلي بالك في ماتشات لما بتكسبها بتديك دفعه لنهايه الموسم. الماتش ده مهم جدا بكره بالنسبه للنادي الاهلي، يكسبه هيديله دفعه كبيره جدا. اي نتيجه سلبيه للنادي الاهلي بكره قدام سيراميكا، الاهلي خارج سباق المنافسه على بطوله الدوري. هتقولي لسه باقي ماتشات كتير، هقول لك لا. اي نتيجه سلبيه للنادي الاهلي بكره، الاهلي خارج سباق المنافسه على بطوله الدوري. زي ماتش الزمالك والمصري امبارح، اللي انا كان بالنسبه لي ناس كتير جدا بعد فوز الزمالك امبارح قالوا لك بنسبه تتعدى 90% الزمالك هيفوز ببطوله الدوري. في ناس كتير جدا امبارح قالت كده. اللي انا بقوله لك، في ماتشات بتكسبها يعني ايه، مش مجرد 3 نقط بس، لا، هو بيقول لك انت رايح فين الفتره اللي جايه. طيب بالنسبه لنادي الزمالك، ممكن تسمع قريب جدا 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 تجديد احمد فتوح لنادي الزمالك بشكل رسمي. تجديد احمد فتوح عقده مع نادي الزمالك بشكل رسمي. احمد فتوح عقده يخلص مع نادي الزمالك نهاية الموسم اللي احنا فيه ده. احمد فتوح اللي عرفته ان نهاية الموسم قد تصل بعض العروض الاوروبية في بعض شركات التسويق مهتميه باحمد فتوح، خصوصا انه رايح مع منتخب مصر كمان وهيلعب كاس عالم. النادي الزمالك متمسك ببقاء احمد فتوح وعايزين يجددوا لاحمد فتوح، وفي جلسه خلال ايام مع احمد فتوح. احمد فتوح كمان اللي عرفته رغبته الاولى عايز يكمل مع نادي الزمالك على فكره، وحابب يجدد مع نادي الزمالك. ولما بيتكلم مع زمايله عايز فعلا يقعد لاطول فتره مع نادي الزمالك. وبالنسبه له حتى فكره التجديد لنادي الزمالك ما عندوش مشكله، مش اللي هو احط بقى شروط ماليه جامده وارقام كبيره والكلام ده كله، لا. الموضوع بالنسبه له الجانب المادي في تجديد احمد فتوح مع نادي الزمالك مش هيكون مأزق، ومش هيكون نقطة خلاف ما بين الطرفين، لا. تاني، الجانب المادي في تجديد احمد فتوح مع نادي الزمالك مش هيكون مأزق، ومش هيكون محل خلاف ما بين الطرفين. وهيكون في معلوماتي هيبقى في توافق كبير ما بين الزمالك وما بين احمد فتوح في تجديد عقده. فعشان كده ممكن تسمع بشكل كبير جدا خلال الايام اللي جايه تجديد عقد احمد فتوح. لو سالتني انا عن رايي الشخصي، نفسي اشوف احمد فتوح في اوروبا بمنتهى الامانه. امكانيات احمد فتوح يلعب في دوريات اوروبيه وكبيره كمان. ينقص احمد فتوح بس ان انت تحط بلان لنفسك، يعني طريقه تفكيرك، تكمل على طموحاتك، ترسم لنفسك كده طريق انا عايز اوصل له. احمد فتوح لو اهتم بنفسه على مدار الموسم بنفس الشكل بنفس الدرجه بنفس الجوده، هيبقى في حته تاني خالص بمنتهى الامانه. واللي شفناه كمان من احمد فتوح مؤخرا ان الراجل مش حته باك ليفت وخلاص، لا. يعني الكابتن معتمد جمال وظف احمد فتوح في اكتر من مكان. قدرنا نشوف احمد فتوح في اكتر من حته جوه الملعب. ففكره احمد فتوح وان انا ابقى موجود باك ليفت بس، لا. احنا كابتن معتمد جمال غير المفهوم ده تماما بالنسبه لنا، ان هو راجل بيأدي في اكتر من مكان وبنفس الشكل وبنفس الامكانيات وبنفس القدرات. عشان كده انا لو سالتني بمنتهى الامانه، نفسي اشوف احمد فتوح في اوروبا، نفسي اشوف احمد فتوح يتألق
مع المنتخب الوطني في كاس العالم، وبعد كاس العالم كده نفسي اشوفه في دوري اسباني، في دوري فرنسي، في دوري انجليزي. لاعب كبير جدا، امكانياته عاليه جدا، واهم حاجه ثقته بنفسه، يقدر يلعب قدام اي منافس وما بيخافش من اي لعيب.